السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. طبعا بعتذر لكم بقالنا يومين ثلاثة ما نزلناش فيديوهات على القناة دي، ولكن طبعا ان شاء الله تعالى هنرجع لكم فيديوهات قوية جدا اما حلقة قادمة. طيب خلينا بس اقول لك النهارده على 10 نصايح مهمين جدا لو انت مبتدئ في تربية الحمام، او لو انت غاوي قديم وما انتش عارف النصايح دي. فركز معايا في الفيديو ده كويس لان هقول لك نصايح في منتهى الأهمية. اول نصيحة عشان الحمام عندك ما يريحش بيض والحمام يفضل عندك شغال صيف زي الشتاء. في ناس طبعا مربين شاطرين جدا عارفين الموضوع ده. بلاش تدي نوع حبوب واحد. الحبايه الواحده اللي انت تديها للحمام بتخلي الحمام يريح عن. طبعا الحمام محتاج يعني كذا نوع من الاغذيه ومن الاطعمه. فمهم جدا ان انت تدي اقل حاجه 3 4 انواع من الحبوب عشان الحمام يفضل عندك مستمر في الانتاج. لو بصيت عندنا بفضل الله تعالى هتلاقي كل الحمام صيف او شتاء يا تحته بيض يا تحته زغاليل. ليه؟ لان احنا بندي اقل حاجه 3 4 حبوب من الاطعمه. فمهم جدا ان انت ما تقدمش حبايه الناس اللي بتدي قمح بس، او الناس اللي بتدي عيش بس، او الناس اللي بتدي ذره بس. الكلام ده كله غلط ومرفوض. لازم ان تدي اقل حاجه 3 4 انواع من الاطعمه للحمام. طيب النصيحه الثانيه، والنصيحه الثانيه مهمه جدا. لو انت مبتدئ في تربيه الحمام وعايز تربي حمام، بتروح تشتري حمام من السوق، تشتري 5 6 جواز. طبعا يعني وده اكبر غلط. محدش بيبيع حمام في السوق سليم شغال. يعني الكلام ده خده قاعده كده. محدش هيبيع لك جوز حمام ب 100 جنيه. الحمام بالنسبه للحمام البلدي، الحمام البلدي في السوق طبعا هتلاقيه ب 70 80 جنيه. يعني جوز الحمام البلدي في السوق هتلاقيه ب 70 80 جنيه. ملوش تمن. ليه ملوش تمن؟ لان حمامه مش شغاله. محدش بيبيع حمام سليم شغال في السوق، وخصوصا الحمام البلدي. ليه؟ انا هبيع لك جوز زغاليل ليه ب 70 80 جنيه وانا هصبر عليه يعني 20 يوم ولا 30 يوم هيجيب لي جوز زغاليل بيبيعه ب 150 جنيه. فمحدش بيبيع هنا حمام. وبلاش ان انت تشتري حمام سليم شغال من السوق. لو حبيت تشتري حمام وتبدا كمشروع، اشتري من حد غاوي، حد ان انت تعرفه. ديت النصيحة التانية. طيب النصيحة التالتة يا جماعة خير عشان تضمن قدام ربنا سبحانه وتعالى كل شيء الاول، ان الحمام ده ما يروقش البيض. لان الناس كتير جدا يعني بياكل كويس وبيهتم وبيدي كلفة وبيدي حاجات كتير، وبيجي يلاقي عنده البيض مروق. مهم جدا ان انت كل 3 شهور تعالج الديدان بتاعت الحمام. لازم أن تعمل كده كل 3 شهور تعالج ديدان الحمام، عشان الديدان دي سبب رئيسي في ترويق الحمام من البيض. وكمان الديدان دي بتخلي النوتي تتوقف عن الانتاج، لان الديدان بتتغذى على الاطعمه اللي داخله جسم الطيور. فبالتالي ما بيبقاش فيه كالسيوم وفيه بروتينات وفيه املاح معدنيه ومعادن جسم الطيور. فبالتالي الطيور ديت بتتوقف عن الانتاج. وكمان ان هي طبعا الذكور بتروق البيض. فمهم جدا ان انت كل 3 شهور مره. دي طبعا النصيحه الثالثه، تدي جرعه ديدان للطيور عندك. طيب النصيحه الرابعه يا جماعه خير بالنسبه للناس اللي بتربي حمام كتير في غرفه محبوس. الحمام الكتير اللي في غرفه محبوس ده بيسبب لك مشاكل كتير وبيمرض كتير. فمهم ان انت لو هتربي في غرفه محبوس، فاقل حاجه تكون الغرفه دي كل جزء كل متر مربع في جزئين حمام. يعني كل متر مربع بربي فيه جزئين حمام، مش اكتر من كده، عشان ما تلاقيش تروه في البيض وتلاقي ان الحمام طبعا تلاقي بيض مروق كتير، وبتلاقي الحمام ما بيبيضش، وبتلاقي الحمام بيبيض على الارض، وبتلاقي الحمام بيكسر البيض، والذكور تدخل على النوتي مكان التحضين وتكسر البيض بتاعها. فمهم جدا ان انت تربي حمام في كميه. طيب يعني اهم نصيحه بقى في القصه دي كلها، يعني نصيحه مهمه جدا، ان انت الافضل تربيه الحمام البلدي الطليق، او تربيه الحمام البلدي الحر، او تربيه الحمام البلدي السايب. ان انت تعمل مكان للحمام عندك مهما كان بقى، بتربي في برج، بتربي في غيه، بتربي في سطح المنزل في غرفه، بتربي في بدروم، بتربي في المنور. حاول ان انت تطير الحمام، وديت اهم نصيحة. لان الحمام الطاير انتاجه اعلى، الحمام الطاير صحته اقوى، الحمام الطاير بيجيب رزقه من بره. بالنسبة للحمام المحبوس ليه شغل معين. طيب النصيحة اللي بعد كده بالنسبة للحمام المحبوس. الحمام المحبوس يا جماعة يعني ليه يعني حاجات لازم أنا اوفرها له. اول حاجة، لو انا بربي حمام محبوس، لو ما بحطش تحديق فانت كده خسران كتير وهتخسر في تربية الحمام. لو انت بتربي حمام محبوس وما بتنضفش المكان، الحمام عندك هيصاب بالمرض الجدري، وهتلاقي عندك ذباب الريش، وهتلاقي عندك امراض كتير في المكان. لو انت بتربي حمام محبوس لازم ان انت تنظف الغرفة كل اسبوع مرة على الاقل، او مرتين في الاسبوع، لان الحمام المحبوس طبعا
ريحه المكان مش بتبقى احسن حاجه، ما بالك بقى ان بيبقى فيه السبله بتاعته، فبيبقى فيه ريحه كريهه داخل المكان. مهم جدا ان تكون ريحه الغرفه من جوه زي ريحه الغرفه من بره. يعني انت داخل المكان كده لو شميت ريحه غريبه تعرف ان انت في غلط عندك وفي امراض هينتشر عندك الامراض والقصه دي كلها. طيب النصيحه اللي بعد كده، طبعا انا من كتر العدد فانا مش مركز في عدد النصايح. اتاكد ان الحمام عندك مش مقنص. لو انت لسه شاري حمام هتتاكد ان الحمام عندك مش مقنص ازاي. يعني خلي بالك من النقطه دي عشان النقطه دي مهمه برضه. الحمام المقنص يا جماعه لو حطيت صبعك بين العضميتين بتوع فتحه المجمع هتلاقي في حاجه شبه الحصوايه بين العضميتين بتوع فتحه المجمع، هتلاقي في حاجه شبه الحصوايه وديت بتبقى دهون. والحمام ده يعني لو عملت ايه معاه يعني هتصرف عليه كتير، وكمان يا يشتغل يا ما يشتغلش. فخلي بالك لو انت بتشتري حمام. طيب النصيحة بالنسبة للزغاليل، أول يا جماعة خير عشان تضمن قدام ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء الأول إن الزغاليل ديت ما تموتش منك. أول الزغاليل ديت ما تطلع من الحصى اديها فلاجيل عشان الزغاليل دي ما تموتش منك. ليه؟ لأن أكتر حاجة بتموت الزغاليل مرض الكنكر، وكمان بيبقى في الأسبوع الأولاني. فالحمام الزغاليل دي مش بيبقى عندها مناعة، أي أمراض بتصيب الزغاليل ديت بسهولة. وكمان لو الأهالي مريضة فبالتالي هتروح تأكل الزغاليل، فالزغاليل برضو هتموت منك. خلي بالك من النقطة دي كويس جدا. اول الزغاليل ما تخرج عندك من الحصى لازم ان انت تديها فلاجيل على المية. ليه؟ لان زي ما قلنا بيطهر الفلاجيل ده مطهر معوي للحويصلة، كمان عشان ان الاهالي تدي لبن نضيف للزغاليل دي. يعني شايفين الزغاليل ما شاء الله بتنزل عندها على الارض وبتتغذى مع الحمام الكبير او بتاكل مع الحمام الكبير، ما عنديش اي مشكلة. يلا بينا بقى سريعا كده نشوف الهندي، دجاج الهندي، ونشوف دجاج الوادي. الناس حبايبنا طبعا اللي بتسأل على الوادي وعلى الهندي، طبعا جبنا طبعا دجاج وادي ودجاج هندي معانا في القناة. طبعا يا جماعة خير برضو نصيحة بسرعة كده قبل ما نروح للدجاج. خلي العيون عندك كتير، ما تربيش وتخلي كل جوز له عين واحدة، لا، اقل جوز من عينين لثلاث عيون. اقل جوز حمام عندك في المكان، على فكرة الموضوع ده مهم جدا عشان ما تلاقيش الذكور بتضرب بعضها، لان في ذكور بتحب ان هي تسيطر على المكان. انا عاوز ان انا العين دي والعين دي والعين دي، في ذكور كده بتحب ان هي تكون مسيطرة على المكان بتاع التربية. فوفر للحمام عيون كتير. بالنسبة للسلكات، خلي السلكات لو هتربي في سلكات اقل حاجة 50 في 60، العيون 50 في 60. يلا بينا بقى نخش كده سريعا نبص على الدجاج الهندي ونبص على دجاج الوادي. ما شاء الله نمو سريع جدا ما شاء الله. يعني الطيور دي بقالها تقريبا يعني 20 يوم او شهر تقريبا. يعني انا كنا جايبينها في العيد، يعني مش فاكر والله العدد الايام، ولكن ما شاء الله الوادي صحته كويسه جدا. بالنسبه برضه للهندي طبعا ده فيومي، الدجاج ده اللي في الوش ده فيومي، الديوك اللي هي ما شاء الله يعني مطلع بيأذن على 5 ايام. الفيومي ده يعني انا اتفاجئت لقيت ان الديك بيأذن وهو عمره 5 6 ايام كده، فانا استغربت فسألت اخويا استاذ باسم قلت له، قال لي اه في ديوك بتأذن على الفيومي بيأذن على 5 ايام. طيب شايفين الوادي ما شاء الله، الوادي شكله بدأ ينمو بشكل كويس. بالنسبة برضو للهندي، الهندي طبعا يعني ما بنعرفش برضو ان هو ولد ولا بنت الا بعد 5 6 شهور تقريبا. فاحنا مربينه بقى عندنا 4 هند اهوت هم ونصف. ربنا يبارك لنا ويبارك لكم في الرزق. ادعوا لنا شباب بالرزق، ربنا يرزقنا ويرزقكم ويرزق امة محمد. لو وصلت معايا في لحد ما تبخلش على لايك. اشوفكم على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.